السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. إن الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم كافية من كل هم في الحياة الفانية. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد خير خلق الله. اليوم سنستكمل معجزات الذكر بما فيها الاستغفار، الصلاة على النبي، قراءة القرآن، يعني معجزات الذكر مختلفة على لسان أصحابها. لنبدأ بسم الله. تقول: الأسبوع الماضي فرغت نفسي للصلاة على النبي أسبوع كامل، وصلت أكثر من 70,000 مرة. والله وصلني خبر كنت أنتظره من 13 عام. اللهم لك الحمد والشكر. من لزم الصلاة على النبي كفي همه وغفر ذنبه واستجاب الله له كل ما في صدره. اللهم صل على محمد. تقول أخرى: والله كررتها وأنا يعني بتركيز، وربي أنها انفرجت علي هموم وأكبر همي الذي له 10 سنوات. أنصح كل مهموم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني أكثر ما يأتي من المعجزات عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سبحان الله تفرج هم دام سنين طويلة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأخرى تقول: أنا كنت مريضة وعانيت سنوات طويلة من مرضي، وانعزلت عن الناس ودخلت في اكتئاب، وحالتي الصحية تدهورت، ومن مرض في مرض. على الحمد لله على كل حال، وكنت أتمنى الموت بكل لحظة تمر علي. وبالصدفة سمعت مقطع في اليوتيوب عن الصلاة الإبراهيمية، وكانت رسالة لي. من هذه اللحظة شعرت أني أنتبه على حالي، وجاهدت نفسي بالمحافظة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، أدعو ربي بها طول ولا يمر يومي إلا وأنا أرددها بأعداد كبيرة جدا، وكانت نيتي رضا الله سبحانه وتعالى. يا الله، لا تتخيلون كيف تغير حالي. الحمد لله تشافيت في فترة بسيطة، يوم عن يوم بدأت أتحسن، شعرت أن الدنيا انفتحت لي، رجعت لي صحتي. لا تتخيلون كيف كنت وكيف صرت. الحمد لله. تقول: قصة جميلة عن الاستشفاء بسورة الفاتحة العظيمة. تقول: أعرف أخت لي مريضة بسرطان العظم، داومت كل يوم بعد صلاة الفجر على قراءة سورة الفاتحة في ماء وتشربها بنية الشفاء، وبفضل الله سبحانه وتعالى شفيت تماما منه ولم يبقى له أثر. والآن صارت ما أحلاها سورة الفاتحة دواء شافي للأمراض المستعصية النفسية والجسدية والروحية. وأنا سابقا قد تكلمت عن هذه الحلقة، يعني كانت حلقة خاصة عن الاستشفاء بسورة الفاتحة موجودة في القناة. وأخرى تقول: مسكت الاستغفار أول مرة في حياتي في 2010، وبدأت ب3,000 استغفار في اليوم، وكنت أدعي أن ربي يحقق لي دعوة خاصة كنت أراها مستحيلة، وبعد 7 أيام فقط تحققت. سبحان الله. وعزمت أن أكمل الاستغفار، وكنت أدعي بمبلغ مالي، وبعد 7 أيام جاءني المبلغ، ومن وقتها عزمت أن لا أترك الاستغفار. في نفس السنة طلع لي 150 ريال. طلعت لي أرض من الحكومة، متخيلة؟ بعدها سويت مشروعي الخاص، وجاءتني الدنيا راغمة، والله فتح لي كل الأبواب المغلقة. الحمد لله. وأخرى تقول: الصلاة الإبراهيمية كانت لي شفاء من مرض لم يعرف الأطباء معالجته، وسبحان الله وبحمده المداومة على الصلاة الإبراهيمية شفيت من المرض. والطبيب من يومها الحمد لله لم أزر الطبيب من يومها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. وأخرى تقول: السلام عليكم. باختصار، كان عند زوج أختي عملية بمبلغ كبير جدا في أوعية القلب، والمبلغ جدا كبير لدرجة العائلة لم تستطع أن تتحمل من هول الصدمة. ذهبنا للبيت وقررت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية من الصباح
لشروق الشمس، أي من بعد يعني الفجر جلست جلسة الشروق تصلي فقط صلاة إبراهيمية. والله على ما أقول شهيد، انقلب الحال كله غير الحال. لم يأتي الصباح إلا وقد غيرنا المستشفى والطبيب وكشف مرة أخرى، يعني ذهبوا لمستشفى أخرى وطبيب آخر وكشف مرة ثانية، وأخبرنا الطبيب أنه ليس من المهم أن يعني يقوم بالعملية، وصرف له الدواء وتحسن حالته كثيرا. سبحان الله، بفضل الله وبفضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أنها سحر حلال وفضل عظيم لكل من أراد الشفاء والرزق والبركة، عليه باليقين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما وعدنا: يكفى همك ويغفر ذنبك. وهنا انتهت حلقتنا. لا يعني إن شاء الله في الحلقات القادمة سأذكر معجزات أكثر، ولكن أحببت ألا أطيل عليكم، وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.